السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم. دائما تتبع الملاعب اللي غتنظم عليها كاس افريقيا. اليوم معنا ملعب مدينة فاس، الملعب اللي تجهز في هذه الايام الاخيرة باش يستضيف مقابلة المنتخب المغربي ضد المنتخب التونسي ومنتخب البنين. الملعب يعني عرفت اصلاحات مؤقتة اللي نقدروا نقولوا لكاس افريقيا. كيف كتشوفوا التغييرات اللي تقامت بها يعني في المدرجات، تكتبات فاس بالعربيه وبالفرنسي، صراحه عطات واحد الشكل نقولوا زوين. حتى المضمار يعني انتهى الاصلاح ديالو كيف كتشوفوا. كيف قلت لكم حتى المدار يعني داروه باللون الازرق كيف كتشوفوا. هذا المدار الازرق صراحه كيعطي واحد الشكل اللي زوين. ملعب فاس مور كاس افريقيا ان شاء الله غادي تعاود ازيرو، غيولي مغطاس وغيولي صراحه من الملاعب العالميه ان شاء الله. دابا اصلاحات هادو الكاس افريقيا ومن بعد غيتزاد فيه يعني عدد المقاعد وغادي تغطى بالكامل ان شاء الله. يعني دابا كنشوفوا غير الاصلاحات اللي دارت على حساب الماتش الجاي اللي كيف قلنا ديال المغرب والبنين. مدينة فاس لمدة الصراحة ما استضافتش شي مقابلة للمنتخب المغربي من بعد سنوات طويلة. كيرجع المنتخب المغربي باش يلعب هاد المقابلة ديالو في مدينة فاس، حتى الجمهور الفاسي يستاهل انه يجي عند المنتخب ويستمتع بالمقابلة ويشوفوا اللاعبين عن قرب حتى هي تستافد من هاد المقابلات اللي كيكونوا. اصلاحات راه كانت على برا، والاصلاحات دارت حتى لداخل بهذا المعمار هذا المغربي كيف كتشوفوا لداخل. يعني ديما كاينه اللمسه المغربيه. هذا البلافون اللي بالعود والتريات اللي بالنحاس هنا كاينين في بعض الاماكن يعني في الملعب، بحال كيكونوا اللعابه ولا فين كيكونوا الصحافه ولا في الفي اي بي. حتى الديزاين اللي على برا كيف كتشوفوا عصري جديد، حتى هو كان تبدل المدخل ديال الملعب وداروا فيه عاودوه بهذا الشكل هذا. كيف غنقول لكم ما نقدرش ننتقد ولا نقول شي حاجه لان الملعب غادي يتغير. ما غاديش ما نقولوا شي حاجه حتى لمور كاس افريقيا. حتى هاد الديزاين هذا وهذا المستوى اللي وصل له الملعب ديجا نقدروا نقولوا مزيان. راه لعبنا في كاس افريقيا قبل، راه كانوا شي حوايج كيكونوا شي ملاعب كارثيين. حنا راه الحمد لله المغرب راه موجد تيرانات اللي مزيانين كيف كتشوفوا هنايا. اصلاحات راه كلشي تعاود وكلشي راه مزيان، ونتمنى ان شاء الله المقابله تكون زوينه والتيران يكون زوين. وتهلاو في راسكم. وما تنساوش يا اخوان ديروا لنا ابوني لاشين وشي كومونتير زوين يعجبكم الفيديو، ومازال ان شاء الله نطوروا فيديوهات اكثر ان شاء الله ونتبعوا تيرانات اخرين. وبالتوفيق للجميع وتهلاو في راسكم.